السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يسعد صباحكم ومساكم ويا رب العالم أجمع كله بخير. ناس كتير من اللي بتحب الزراعة أو عايزة تبتدي في الزراعة أو عايزة تبدأ تزرع وتستغل مكانها وتستغل المحيط بتاعها بينزلوا يشتروا خلاص. ممكن ينزل يشتري اللي هو عاجبه وخلاص. لو لقى حد في المكان اللي هيشتري منه يفهمه هيزرع ايه او هيحط ايه نباتات عنده، او يبتدي ينسق المكان عنده بنباتات ايه. تمام. لو ما لقاش للاسف بيشتري اللي شكله حلو، اللي بشكله بيعجبه وخلاص. طيب عايز اتكلم معاكم عن النقطه ديت اللي هو ايه الانواع اللي تنفع تعيش عندنا، وده بنحدده ازاي. طيب الانواع اللي تنفع تعيش عندنا سواء في بلكونه او في جاردن او جوه البيت او على روف او على سطح، بتندرج تحت ثلاث اقسام. واحد اللي هو نباتات الشمس المباشره، اتنين نباتات شمس جزئيه او ظل جزئي، ونباتات ظل كامل. طيب نباتات الظل الكامل باختصار كده هي اللي بتعيش جوه البيت. طيب في نباتات تنفع تعيش في ظل كامل تماما، زي ممكن نحطها في الحمام او في المطبخ او في اوضه النوم. جلد النمر اللي هو السانسفيريا والبوتس ده يعيش في اي حته، شرط بس توفير الرطوبه ويبقى في قصيص مناسب لحجم النبات. ما يبقاش البوتس في هنج صغير كده وشكله حلو ومليان كتير قوي، بنجيبه بنحطه في البيت بيقعد شهر ولا حاجه ويبتدي يموت لان الحجم البوت اللي محطوط فيه صغير. طيب يبقى انواع نباتات الظل زي البوتس، ظل الكامل البوتس، جلد النمر. طيب ظل ممكن يبقى فيه شباك جايب ضوء، ممكن سنجونيوم، ممكن مونستيرا، ممكن شامادوريا، ممكن اركا. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب لو ظل ومكان شايف ضوء اكتر ناحيه شباك او ناحيه شباك ازاز او ناحيه بلكونه، والشمس ممكن تخش نص ساعه او ساعه او تكون موجوده في المكان، الاسبرجس بقى الخشن والناعم وديل القط بانواعه، الفلانجيوم، الشوفليرا والكوردالين والكروتون، العدسي والاسكندراني والكوديوم، الكوردالين، اللهم صل على سيدنا محمد، الفلانتس، الدراسينا، بعض انواع الدراسينا، المارجريتا والسانتا روزا. طيب نباتات شمس جزئيه تقدر تعيش في شمس جزئيه، وده في البلكونه او في الروف او حتى في الجنينه. يعني تقدر تشوف شمس جزئيه بيبقى 3 4 ساعات في اليوم ولا حاجه. اقدر ازرع الياسمين. الياسمين هنا بيتحط معانا البند بتاع الياسمين يتحط في الشمس المباشره والشمس الجزئيه. يعني شجره الياسمين بانواعها، سواء بقى ياسمين بلدي، ياسمين ملكي اللي هو الاصفر، ياسمين احمر، ياسمين اسطنبولي، ياسمين هندي، ياسمين عراقي اللي هو الشبر فايد. دي الانواع اللي تنفع تعيش في شمس جزئيه، بس تكون على الاقل 4 ساعات مباشره يوميا. الفل البلدي برضو كذلك. طيب برضو نفس الانواع دي، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نفس الانواع دي برضو تعيش معانا نفس الانواع دي تعيش معانا برضو في الشمس المباشره لو عندنا شمس مباشره، لكن مع اختلاف القصيص بقى. يعني انا في الشمس الجزئيه اقدر اجيب مثلا شجره ياسمين في قصيص 25، والله قدرت اجيبها في 38 يبقى انا هريح نفسي من موضوع النقل. مش ما قدرتش اجيبها في 38 هجيبها في قصيص 25، هتتحمل معايا انها مش هتعوز ميه يعني بعد الظهر هتبقى عايزه ميه والتربه هتنشف بسرعه. وهنا نراعي حته حجم القصيص، لان حجم القصيص دايما بيفرق مع النبات. ما ينفعش نبات يبقى في شمس طول اليوم ويبقى في قصيص 25 او يبقى في قصيص 20 او يبقى في قصيص 16 او يبقى في قصيص حجمه صغير. ودي المشكله اللي بتقابل بعض الناس، ان هم بينزلوا يشتروا، وللاسف لما بيشتروا نباتات بيعجبهم الحاجات الصغيره اللي هي رخيصه، بتبقى سعرها مثلا 10 15 جنيه او 5 جنيه حتى، بس هاخدها عندي في شمس مباشره بالتالي بتموت، ويرجعوا بقى يقولوا طب مات ليه او حصل ايه. الفكره هنا ان انا هجيب حاجه في حجم مناسب تقدر تكمل وتعيش معايا.